حسم أول دوري في الدوريات الخمسة الكبرى. الدوري الألماني بيتحسم لباير ليفركوزن في الأسبوع 29 من الدوري. يعني لسه فاضل 36 أسبوع، يعني لسه فاضل حوالي بتاع 7 مباريات. باير ليفركوزن متقدم على فيردر بريمن في المباراة في الأسبوع 29 3-0 لغاية دلوقتي، ولسه الدقيقة 80، يعني ممكن كمان غلة الأهداف تزيد. أول مرة باير ليفركوزن بيحصل على لقب الدوري على إيد تشافي ألونسو، لاعب أسبانيا السابق. وبجد بجد باير ليفركوزن عامل موسم استثنائي، سواء في الدوري الألماني ولا في الكاس بتاع ألمانيا. بجد 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 شابوه لألونسو على المستوى وعلى الأداء وعلى الروح اللي موجودة عند اللعيبة. زي ما قلت، الأول مرة بيحصل على اللقب وعنده 79 نقطة لغاية دلوقتي. التاني بايرن ميونخ وعنده 63 بونت، يعني برضو الدنيا بعيدة جدا جدا جدا. وزي ما بقول لكم، حسم اللقب في الأسبوع ال 29 من البوندسليجا. ألف مبروك لباير ليفركوزن، وبجد إنجاز جميل. يا رب بس يستمروا على كده، وما يحصلش بقى اللي بيحصل للفرق اللي هي بتاخد الدوري سنة واحدة كده وتختفي. وبجد ألف مبروك لألونسو، بجد 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 مدرب رائع، تكتيك بتاعه عالي جدا. الحاجات اللي بينه وبين اللعيبه يظهر فيه كيمياء، زي ما بيقول احنا في كيمياء جامده بينهم. بجد مقدمين موسم استثنائي السنه دي، يستحقوا عليه البطوله. ألف مبروك، وما نشوف بقى باقي البطولات وباقي الدوريات، سواء إنجليزي أو أسباني أو إيطالي أو حتى فرنسي. بس الدوري الإنجليزي برضو لسه مولع. النهاردة هزيمة ليفربول في رأيي أبعدته كتير عن اللقب. كده اللقب بقى في رأيي يا إما أرسنال يا إما مانشستر سيتي، يعملها زي ما عملها السنة اللي فاتت وخد الدوري على آخر أسبوعين من أرسنال. لكن أعتقد إن فرصة ليفربول ويورجن كلوب بقت ضعيفة شوية.